القصة في احتقار الناس يعني. إيه؟ يعني انك لا تشوف واحد ضعيف كذا وتستحقره. إيه نعم. فعاد يقول من جملة ما القصة حقته، يقول دعاني إحدى العرب الكرام إلى وليمة الطعام، فوضعوا الطعام بين أيدينا، فإذا بأعرابي قد أقبل ينسف الأرض نسف، وجلس على الطعام من غير ندى، وجعل يأكل بالخمسة والكف، والسمن يسيل على ذراعيه. شوف اللقمة اللي بالخمسة الأصابع، الكف أكبر من رأس البس، ويأكل والسمن يسيل على ذراعيه. يقول لو ضحكنا الحاضرين عليه. اسمع، يقول بضحك الحاضرين على هذا الرجال. يقول قلت له كأنك أثلة في أرض هش، أتاها وابل من بعد رش. يقول التفت إلي بعين من بحلقة وقال لي الكلام أنثى والجواب ذكر. الكلام حطيته في الأثلة، والأثلة أنثى والجواب ذكر، وأنت البعيد كأنك بعرة في استكبشة مدلاة وذاك الكبش يمشي. يقول ضحكوا علي الناس وكبوا ما عاد يضحكوا. يقول قلت له لك معرفة في الشعر؟ قال كيف لا أقول الشعر وأنا أمه وأبيه. يقول قلت له عندي بيت واحد يحتاج إلى غطاء. قال هات ما بدالك. قال فقصت في بحور الأشعار فما وجدت أصعب من الواء المجزومة. فقلت له قوما بنجد عهدناهم سقاهم الله من النو. نو ماذا؟ يقول قال لي نو تلألأ في دجى ليلة حالكة مظلمة اللو ويأكل. أنا ما حدا قلت نو تلألأ في دجى ليلة حالكة مظلمة اللو. قلت له لو ماذا؟ قال لو سار فيها فارسا لانثنى على بساط الأرض من طو. من طو ماذا؟ قال من طو الكشح هضيم الحشا كالباز ينقض من الجو. جو ماذا؟ قال جو السماء والريح تعلو به اشتم ريح الأرض فعلو. فعلو ماذا؟ قال فعلو لما عليل من صبري عليه نحو القوم ينعو. ينعو ماذا؟ قال ينعو رجالا للفنى شرعت كفيت ما لاقوا وما يلقوا. يقول علمت أنه ليس بعد الفنى شيء، ما عاد يقدر يبني، لكن أردت أن أصعب عليه. يقول قلت له يلقوا ماذا؟ قال إن كنت ما تفهم ما قلته فأنت عندي رجل بو. البو ماذا؟ قال البو سلخا قد حشي جلده يا ألف قرنان. قرنان يقول عند المغاربة سبه، يا ألف قرنان تقوم أو ماذا؟ قال أو أضرب الرأس بصوانة تقول في ضربتها قو. يقول خفت أنا أقول له قو ماذا؟ يضربني ضربة يبدي منها الضوء. يقول قلت له لك أن تكون ضيفي الليلة؟ قال لا يا أبا الكرامة إلا اللئيم. يقول جبته البيت قلت عساني أضحك عليه لو في الضيفة، غلبني في الشعر عساني يغلب في. وقلت الراعي البيت سوي لنا دجاجة. قالوا جبت الدجاجة مقمرة وحطيتها قدامه قلت براسك الضيفة دبرها. قالوا اسمعي معي ولدين وبنتين وحرمته وهو 6 والضيف 7 والضيفة دجاجة. يقول حز راس الدجاجة وقال الراس للراس. نعم. قال اسمعي راس البيت وهذا الراس للراس. الولدين جناحين ولهما الجناحين. الفخذين للابنتين، العجز للزوجة، الصدر والزوايد للزائر. معنى تاخذ الدجاجة عليه. يقول قلت لها سوينا 5 دجاجات. قال فصنعت 5 دجاجات. فقلت براسك الضيفة دبرها. قال لي تريد القسمة شبعا أم وتر؟ يقول قلت له إن الله وتر يحب الوتر، يحسب النبي يعطي كل واحد واحد. قال له أنت وزوجتك ودجاجة وتر، ولداك ودجاجة وتر، ابنتاك ودجاجة، أنا ودجاجتين وتر. يقول ترى ما تأخذ 2 وحنا كل 2 بواحدة خاف الله. يقول قال مهلا كأنك تريد شبعا. يقول قلت ايه وشبعا؟ قال أنت وولدك، أنت وولدك ودجاجة شبع، زوجتك وابنتها ودجاجة شبع، أنا و3 دجاجات شبع. فوالله ما أحول عن هذه القسمة. قال فغلبني مرتين، مرة في الشعر ومرة في تقسيم الدجاج. بيض الله وجهك.